القطعه الصغيره دي عبقريه، المفروض الشركه عاملاها انها تركب في اللابتوب وتلزق الموبايل وتتابع وكده. بص هي حلوه وكل حاجه، بس انا لقيت لها استخدام تاني، بما ان ده ماجنت قوي جدا فدي تبقى حلوه للتصوير، فتلزقه على اي سطح، وقوه المفصله دي بقى هي اللي هتخليك تعرف تتحكم في زاويه التصوير، على عكس الحاجات اللي بتتحط مره واحده دي ما تعرفش تظبط الزاويه. فعجبتني من شركه اسمها رولينج سكوير. عندهم برضو اختراعات تانية زي دي يا باشا فلاش للايفون، بتلزقه في ظهر الموبايل من هنا اهو كده، ممكن كمان تتحكم في مستويات الاضاءه او لون الاضاءه، اي اضاءه مهما كانت ضعيفه في الصوره هتفرق. هتقولي طيب ما انا عندي الفلاش، يعني هقول لك بذمتك بص الفلاش قد ايه وده قد ايه، بعدين لو انت بقى جاي في تصوير انت ممكن تتحكم في زاويه الاضاءه تبقى عامله ازاي. وعندهم برضو ده يا باشا الكابل اللي هو بيبقى عارف انت فيه كل حاجه، يعني هنا اللايتنينج بتاع الايفون، بعدها هنا بيبقى تايب سي، وهنا تايب ايه. فكره مش جديده عموما شفناها كتير، بس معظم الكابلات دي بتبقى ضعيفه كسرعه، سرعته بيوصل ل 100 واط، في منه متر و2 و3 و4 متر للناس اللي الشحن بيبقى بعيد عن السرير، بس القطعه دي اكتر حاجه داخله دماغك. فلو مهتم